السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الفيديو تاع اليوم راح نشارك معكم نوع من حلويات اللي تصلح للعيد 2024. هليلات محشيين يجي يذوبوا في الفم وبحشو بزاف بنين. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بالنسبة للمقادير انا هنا خدمتها طلبية تاع 60 حبة، وانتم راح نعطيكم مقادير تاع 30 حبة باه تخدموها في العيد. هنا في اناء حطيت 150 غرام تاع مرقارين تكون دايبه وبارده، ضفت لها 70 غرام تاع سكر ناعم و70 غرام تاع زيت. هنا استعملت الفوي برك، ما استعملتش الباطير. نخلطهم شويه، من بعد نضيف 4 مغارف كبار تاع حليب يكون سائل ومغرفه صغيره تاع عسل. نزيدو نخلطوهم شويه، من بعد تضيفوا حبه بيض ومغرفه صغيره تاع لافاني، وتزيدوا تخلطوهم مليح حتى يتجانسون المكونات. من بعد نضيفوا المواد الجافه. هنا عندي 50 غرام تاع نشا، نخلطوها مليح. من بعد ضفت كميه تاع الفارينه، وضفت معاها نص كيس تاع خميره كيميائيه اي 5 غرام. نزيدو نخلطوهم مليح ونبداو نلمو بالفارينه. هنا الفارينه ضيفوا بشويه وخلطوا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وما تكونش يابسه كيما العجينه تاع الصابلي. هنا في الاول خلطتها بالاسباتيل، ومن بعد نستعمل اليد تاعي باه نعرفوا القوام تاعها كيما نخدموا العجينه تاع الصابلي. هنا بدات تتلم العجينه، لموها بهذه الطريقه، نلمو برك ما نعجنوش. شوفوا كيفاش تكون العجينه، تكون طريه. من بعد نغطيها ونخليها ترتاح شويه واحد النص ساعه، ونبدا نشكل في الكرات. هنا وزن الكره 25 غرام. هنا وزنت كامل الكرات بنفس الحجم وغطيتها وخليتها ترتاح حتى تخدموا الحشو. بالنسبه ل 30 حبه رايحين تحتاجوا 100 غرام تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي متوسط. تضيفوا له 100 غرام تاع حلوه الترك، تخلطوهم مع بعض مليح. من بعد تلموا بالمربى تاع المشماش، ضيفوا بشويه وخلطوا حتى تتحصلوا على حشو يكون ماشي طري بزاف وماشي ناشف. اذا درتوه طري بزاف راح يخرج لكم الحشو في الطياب. شوفوا كيفاش يكون الحشو. من بعد بديت نشكل في الحرابش. هنا الوزن تاع الحربوش 8 غرام. من بعد ما وزنت كامل الحشو اللي عندي وشكلت حرابش، غطيتهم بكيس بلاستيكي وخليتهم بجيه، وبديت نخدم في الهلالات. هنا عندي الحرابش من بعد ما كملتهم، وعندي الكرات تاع العجين اللي وزنتهم من قبل، ونبدا نشكل في الحلوى تاعنا. هنا نجيب كرة ونشكلها شكل مستطيل، نطرحها بالحلال. من بعد جيب الحشو ونطرحوه شويه ونركزوا سيرتو على الاطراف، ونبداو نشكلوا في الهلال. هنا في كل مره نلفوا ونخرجوا هذاك الهواء، ما نخليوش الهواء لداخل باه ما يتنفخلناش في الفرن. نقفل مليح الاطراف ونزيدو نحلوه شويه ونركزوا على الاطراف، ونشكلوا الحبه تاع الهلال بهذه الطريقه. ونعدلوا الاطراف
خاصة كي نحطوها في الصينية. زيدوا اعدلوا لها الاطراف. هنا زدت شكلت معكم حبة واحدة اخرى باه تفهموا طريقة التشكيل، خاصة للمبتدئات. واللي ما تفهمش كاشي حاجة تكتب لي في الكومنتير نرجع لها. يعني هذه حلوة بنينة وتصلح لجميع المناسبات. يعني انا عندي مدة مني خدمتها طلبية، قلت نشاركها معكم تصلح للعيد. يعني حاجة بنينة ومن في الشكل تاعها باهي. انا من بعد ما كملت الحبة الثانية حطيتها في البلاطو، وكما قلت لكم نزيدو نعدلوها. من بعد ما كملت كامل الحبات نثقبهم بهذه الطريقة بالكيردون باه ما يتنفخوش في الفرن، ونطيبوهم من التحت ونزيدو نشعلوا لهم الفوق يحمروا شوية برك ماشي بزاف. شوفوا كيفاش الطياب تاعهم يكون. من بعد نخليهم يبردوا مليح باه نعملوا لهم التزيين. هنا بالتقريب عندي 160 غرام تاع شوكولا بالحليب ذوبتها على حمام مائي وخففتها بزوز مغارف تاع زيت، خلطتهم مليح. من بعد بديت نقلاصي في الحبات نتاعنا بهذه الطريقه، نقلاصيو غير النصف تاع الهلال، ونحطوا الحبه فوق طابي تاع سيليكون او كيس بلاستيكي كيش اللي عندكم. هنا كي تحطوا البنات الحبه تاع الحلوى بدلوا لها البلاصه تاعها باه كيما نقولوا نمسحوا الشيكولا الزايده كيما موضحه في الصوره. من بعد ما نكملوا نقلاصيو كامل الحبات نخليو الشوكولا تنشف مليح باه نعملوا التزيين تاع الجهه الثانيه. رايحين نزينوها بالكاوكاو. هنا عندي كميه من الكاوكاو بالقشور حمصته ورحيته خشين، وعندي مربى تاع المشماش. هنا شوفوا الحبات كيفاش من بعد ما قلت لكم على الطريقه تاع تمسحوا الشوكولا ما رايحينش تضطروا باش تنقيوها من تحت. يعني هنا الطريقه هذه تسهل لنا الخدمه. ندهن الجزء المتبقي بالمربى تاع المشماش بهذه الطريقه، ونحط لها الكاوكاو. يعني ما تمرغوهاش في الكاوكاو، يعني هزوا بيديكم برك ومشيو فوق المربى راح يسقلكم الكاوكاو. هاو الفيديو موضح لكم. هذه هي الحبه. من بعد ما نديروا لها الكاوكاو نحطوها بجيه حتى نكملوا كامل الحبات بنفس الطريقه باه نكملوا التزيين النهائي. هذه الحبة الثانية. من بعد ما نكملوا كامل الحبات نعملوا خطوط من الشوكولا اللي بقات لنا من الكلاصاج، نثقبوا ثقبة صغيرة باه يجيونا خطوط رقاق، ونعملوا خطوط فوق الشوكولا من بعد ما تنشف. هنا كثروا من الخطوط باه الحبة تجينا باهية بهذه الطريقة. هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاع اليوم. يعني هو موديل قديم بصح البنه تاعو ما تقدمش، على بها حبيت نشاركها معكم ويصلح بزاف للعيد. هذا هو الفيديو تاع اليوم. ما تنسونيش بالجيم والكومنتير، ونتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله.